هريسه بالقشطه في اسكندريه بقالها اكتر من 120 سنه. من 1909 وهو اصل الهريسه في اسكندريه، وكل مره بنزل فيها اسكندريه اساسي لازم اعدي على هريسه الحلبي واخد حته هريسه بالقشطه واطلع اكلها على البحر. والمرة دي قابلت حمزة الحلبي الجيل الرابع للحلبي الكبير. حتة هريسة بالسمنة والقشطة هترجعك 120 سنة لورا. ويا خرابي على منظر الكنافة وهو بينزل عليها بالشربات والسمنة، واللي بينزل بيهم برضو على بلح الشام. واللي خطف قلبي بلح الشام اللي بالكريمة والمانجا ما يتسابش، ولا الجلاش المورق اللي بتبظ منه الكريمة، ولا اللوحة الفنية الكنافة اللي بالمكسرات، ولا الحجازية، ولا اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه. والبتاع الملزلزه دي اللي يعرف اسمها يقول لي في الكومنتات. وهريسة الحلبي هتلاقي عنده تشكيله كبيره من الحلويات الشرقيه اللي بالسمنه والمكسرات اللي هتقدر تشتريها من اول قطعه لحد كيلو. ده غير الجاتوهات اللي انا جربت منها البراونيز والبراونيز البيستاشيو وموس المانجا. على بولة البيستاشيو دي جامده قوي. هريسة الحلبي عنده 12 فرع، 9 فروع منهم في اسكندريه وفرعين في الساحل، وان شاء الله بيفتح فرع جديد في مطروح. لو جيت اسكندريه وما اكلتش عند هريسه الحلبي يبقى انت ما جيتش اسكندريه. يلا جو.